السلام عليكم. معكم مايكل في قصة جديدة. في هذه القصة هذه غنعاودو على واحد السيد سميتو الرجل الجاف أولا ضد الاجتماع. هذا الرجل اللي كيبان لكم في الأول أنه إنسان عادي، ولكن من بعد اعترف لي واحد الحاجة اللي خايبة بزاف. قبل ما نبداو نتمنى لكم تضغطوا زر لايك، ولا كنت ما اشتركتش مرحبا بك اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. قبل ما نبداو القصة ديالنا بغيت أنا نقول لكم سمحوا لي إلا غلطت في النطق ديال شي أسماء ديال شي مناطق، حيتاش صراحة فاش راجعت هاد القتال لقيت أنهم الأسماء ديالهم صعاب بزاف. قبل هذا توضيح قبل ما نبداو، وكنتمنى أن تعجبكم هاد القصة هادي. شادي وود أبارتمنت، وهي بناية طويلة ورقيقة في راس واحد الطلعة حادة كتشوف على واحد البحيرة سميتها أمباسادور ليك. الناس كيقولوا كاين واحد الأسطورة على هاد البلاصة هادي، على المؤسسين ديال هاد المدينة اللي تلاقاو حدا باش يحددوا الأرض، ولكن بصراحة قصة عنيشة وما كتستاهلش أننا نعاودوها. من البالكون ديالي عندي واحد الفيو واضح على البحيرة وما جا وراها، وكاين واحد الطروطوال اللي كيدور كامل عليها، واحد الكرسي واحد شي كراسي ديال الخشب محطوطين في الجنب. راك عارف الجرة هادي كيفاش كيكونوا، والعائلات والصحاب لي كوبل كجاو للبحيرة تقريبا كل نهار، وانا وليت هوايتي نتفرج فيهم من بعيد. واحد الاجواء اللي صراحة ما كنتمنى انه كان نشوفوها. ولكن الاشكال اللي كاين هنا، كاين واحد السيد اللي ما عمرني شفت ليه وجهه، ولكن كيبان لي كل نهار تقريبا لابس كاسكيطه ديال الصيد كحله، وسول كارو نفس اللون، وفوقها واحد القميجه كارو حمراء كيبان لي بحال الصياد، ولكن عمرو شفت ماسك صناره ولا حتى كيشوف البحيره اساسا، غير كيدور في المسار ديالها وكيهضر شويه مع اللي كيتلاقى معاهم وكيكمل بحالو. يعني كنت غادي نكتب على هاد البحيره وناسها سيمانه قبل غادي نكون ذكرت لكم في واحد الجمله وسالينا، ولكن دابا خاصني نحكي لكم القصه كامله. من 4 ايام تقريبا البوليس جاو عندي للدار، كانوا كيدوروا من الباب للباب في المجمع ديال السكن في المجمع ديال السكان. سمعتهم كيهضروا مع الجار ديالي في الشقه اللي حدايا، وكنت قادر انني نسمعهم مزيان حيت الحيطان رقيقه بزاف، ولكن حاولت انني نخلي شويه الخصوصيه ليهم وما سمعتش ليهم. منين جاو لبابي فتحت ليهم ابتسامه، سولتني البوليسيه واش كتعرف واحد سميتو هيلين كراماين. جاوبتهم وقلت لهم لا. عطوني واحد التصويره في واحد البحيره وبارك صغير، قدام كاميرا كاين واحد الولد وبنت كيتصوروا في الباك جراوند. كاينين بزاف ديال الناس جالسين، والبوليسي وراني واحد الكرسي بعيد شويه، قال لي هادي اخر مرة شافت فيها هاد البنت، واش كتعرفيها هي ولا داك الراجل اللي جالس معاها؟ شفت فعلا داك الراجل هو نيت الراجل اللي قصدت لكم قبيله، راجل بقى ما جا كارو. قلت لهم كنشوفو بزاف كيدور في البحيره، غير صبروا شي يوم ولا جوج وصافي رقم غادي نشوف. شكرا ومشاو. في الليل كنت جالس قدام البيسي والدار كانت كلها ظلام. صراحة داكشي ضرني في راسي بزاف وكنت ماشي باش نشعل الضو. فجأة سمعت شي واحد بحال شي واحد كيطرق في الباب ديال جاري. شفت الساعة كان 12 ونص ديال الليل. غريب بزاف انا والبوليس في هاد الوقت. من بعد شوية الطريق مشى لبابي انا، مشيت نطول معايا السحرية، وكان هو الراجل ديال الكاسكاطة وقميص كارو، ولكن المنظر ديالو كتخلع بزاف. اول مرة كنشوف ليه وجهه، البشرة ديالو كانت ناشفة بزاف بحال الرماد، شفايو مشقوقين وحمر بالدم، الشعر ابيض خفيف طالع من تحت الكاسكيطة. واحد المنظر اللي كيخلع بزاف. طرق 3 ديال الدقات، دق. ديك الساعة جمدت بلا ما نتحرك، ومن بعد ما جاش هاد الجاري ديال ديك الساعة. ديك الساعة مشى للجارة ديالي، سمعتها هايسك الساعة كتقول تسنى راني جاية. وفعلا فتحت لي الباب. صوتو كان ناشف بزاف، ناشف بحال الرملة. قال ليها بشوية واش عندك شوية الماء؟ هي دخلت المطبخ بنية صافية وعطاتو واحد الكاس ديال الماء. قال ليها ما غاديش يدير ليا والو،
وهاديك الساعة السيدة مفهماتوش اش كيهضر، وديك الساعة راه كان كيقصد على الماء، الماء اللي ما غادير ليه والو. بدا يحكي على واحد القصة قديمة لواحد الراجل سميتو كان، ليه حبسوه البوليس تمان وعطاوه غير الخبز والبيرة. السيد كان عطشان بزاف وما عطاو حتى شربة ديال الما. البوليسي كان كيشرب حداه بحال كيتسيب من واحد البيرة كبيرة ديال الما باش يزيد يعذبو نفسيا وجسديا. من بعد ما كان بدا يوصف ليه كيفاش كيحس باللسان ديالو ناشف بحال البونج، والحلق ديالو كتحرق. بوليسي ما قدرش يقاوم، وجات واحد الهستيريا وبدا يشرب من البرميل بحال الكلب حتى مات، وغرق راسو في هذاك البرميل. كيقولوا باللي كان خرج ولا راه هو الرجل الجاف، اللعنة سيطرات عليه وكتخليه يعطش للأبد، ويخلي الناس اللي سمعوه يغرقوا ريوسهم في الماء. من بعد كنسمع الشفايفي ناشفين بزاف. هادي السيدة جارتي، وغد ليه كنلقى انا جارتي لقاوها غارقة في البانيو. وزاد ليه البوليسي اللي جا عندي البارح غرق قدام الزملاء ديالو تا هو في البحيرة اللي حدانا. من داك النهار كل ما كنشوف راجل بقميجة كارو حمراء كيقول لي، كيوقف وكيبدا يشوف فيه مزيان. والليل كامل كنسمع الدقان في الباب ديالي، طق طق طق، وكيهمس. انا عطشان بزاف، انا عطشان بزاف، والماء ما كيروينيش. وكانت هذه القصة، ما كملناش طبيعة الحال. ما قال جينا واحد الأجزاء وحدين آخرين حيت القصة طبيعة الحال راه طويلة بزاف وما قدرتش نحطها لكم في فيديو واحد. كنتمنى أنا الجزء الأول نال الإعجاب ديالكم، وقبل ما فاش طبيعة الحال من وصلت للنهاية كدير داك اللايك عفاف وسبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى أنا هاد لاشين هادي تعجبكم بزاف، وطبيعة الحال نتلاقاو في الجزء الثاني.